السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة وقت الحمام المصري. اخر فيديو نزلناه احنا كان بث مباشر، كان تجربة كده البث المباشر. انا كنت فاكر الفيديو شغال مباشر بس هو اتسجل، فاحنا حملناه زي ما هو. هناخد الاسئلة الموجودة، يعني كل الاسئلة انا فاتح المنتدى بتاع القناة عشان ان انا اقعد اكتب وكلام زي كده فبياخد وقت مني، فالموضوع الفكرة دي فكرة استاذ احمد ان احنا هنرد على اسئله الناس كلها على فيديوهات. تابعونا ان شاء الله باستمرار. كل اسبوع في حلقه للرد على الاسئله اللي موجوده في المنتدى بتاع القناه. او عامه يعني خلي يعني اي اسئله على اخر فيديو، وانا ان شاء الله هاخد الاسئله من اخر فيديو عشان ما اقعدش ارجع الفيديوهات كلها. هناخد اول سؤال معانا ان شاء الله. السلام عليكم، ممكن علاج للتنفسي من غير الحقن؟ دي الحلقة دي كانت أمراض الحمام، كان معايا الأستاذ محمود، كنا بنتكلم على الأدوية. التنفسي الحقن أسرع علاج، يعني دي أسرع علاج الحقن. أنا بفضل استخدام كل الكلام ده أنا بقوله كتير، يعني حتى الناس اللي بتتصل بيا. علاج الحمام يكون بيطري، يعني أنا بفضل يكون بيطري. طب ما فيش متاح قدامي بيطري، فبقول لك العلاج بتاعه الايه المتاح اللي انت تقدر تستخدمه. عندنا العلاجات، طبعا انت لو خشيت على علاجات الحمام هتبص تلاقي هتتشتت، مش هتبقى عارف انت بتعمل ايه. علاج التنفسي احنا قلنا تتراسايكلين دي ده ممتاز، في منه باودر برضو في البيطري، يعني انت لو سألت موجود عنده حقن وهتلاقي موجود عنده بيطري، هو ده افضل حاجة يعني في علاج التنفسي يعني. السؤال ده كان لشادي قبو. محمد علي بيقول معلش، هو ازاي حضرتك كل 10 ايام النتاية هترمي حصوتين في الانتاج المكثف وارجو الرد؟ استاذ محمود، 10 ايام احنا قلنا 10. احنا في الانتاج المكثف احنا بنقلل دورة الانتاج دورة الانتاج الطبيعية من 38 ل 45 يوم ل 10 15 يوم. فاللي انت بتعمله ايه؟ ان انت دلوقتي بتاخد البيض بتاعها اللي هي بيضته وتحطه تحت الطحادين عندك، وتحط حصوية او حصوتين بلاستيك لحد ما ايه الحمامة منها ترتاح ومنها تطمن للمكان اللي هي قاعدة فيه، عشان ايه يبقى فيه استمرارية. وبتاخد منها حصوتين تاني وتشيلها وتحط انتاية تانية للذكر في نفس الباب. تمام. ده الاستاذ محمد. هنشوف بقى حد تاني برضو. الاسئله ما شاء الله يعني. بشكركم يا جماعه على التعليقات. من فضلك كنت عايز اعرف ازاي في الزغاليل الذكر من النتايه علشان اكبرهم واجوزهم هام وضروري الرد. دينا وروتاينا. الزغاليل عامه ما بيبانش ذكر من النتايه، يعني عشان يعني يبقى الموضوع حاسم، يعني لما يبدا يرمي ريش. بس المبدئيا كده او البديهيا النتايه بتبقى ملامحها انثى، يعني دماغها بتبقى صغيره شويه يعني انت لو عندك زغلولين طالعين من عش واحد، حتى لو واحد حجمه صغير فبتلاقي تكوين الجمجمه بتاعه النافوخ بتاعه بيبقى اكبر من الكبير، يعني من الذكر. فالذكر بيبقى حجم جمجمته اكبر شويه من النتايه، ده لو فصيله نوع واحد فبيبقى سهل ان انت تميزه. منقاره بيبقى عظمته بتبقى رفيعه، الذكر بيبقى خشن، يعني ملامح ذكوريه، يعني انت هتقدر تفرقهم بسهوله. يعني لو عندك زغلولين ذكر وانتايه بتقدر تميزهم بسهوله. لو كانوا نفس الفصيل، الذكر ملامحهم بتبقى خشنه شويه حتى من وهو زغلول. استاذ محمد، ده هاني شعبان. استاذ محمد، انا بدور على المونديان، هو بيسأل على نوع حمام. انا يا جماعه انا متوقف عن الحمام من شهر 1 لحد شهر 6، كنت متوقف على الحمام تماما يعني. وده كان عملنا فيديوهات في المزرعه واحنا راجعنا لكم تاني برضو بامر الله. الحمام ده ان شاء الله هيبقى موجود عند الحاج، النوع اللي حضرتك بتسأل عليه استاذ هاني شعبان ده هيبقى موجود عند الحاج محمد خليل. الحمام ده ان شاء الله موجود عند محمد خليل. وان شاء الله برضو يعني لو حضرتك في برضو اصدقاء ليا برضو عندهم برضو نفس الحمام، يعني
ان شاء الله تقدر تتواصل معانا ونقول لحضرتك حد من الناس المحترمه اللي احنا نعرفها تجيب من عنده الحمام. استاذ مجدي ابراهيم مجدي، لو سمحت انا عندي زغاليل بتطلع لي، انا مش، معلش الكلمه مش واضحه قوي، فمعلش ممكن يا استاذ ابراهيم مجدي تكتب لي السؤال بصيغه تانية، لاني معلش انا مش قادر اوصل. لو سمحت انا عندي زغاليل بتطلع لي ادري ما اسمها، مش عارف اخد زغلول منور الحمام. يعني بص يا استاذ مجدي، يعني كده يعني تقريبا فهمت السؤال. الزغاليل عندك مش عارف تاخد زغاليل، انت حضرتك اكيد شغال بمضادات حيويه للحمام وهلك الحمام في الكلام ده انا بقوله على طول، يعني ما تهلكش الحمام في المضادات الحيويه وكتر العلاج اللي ملوش لازمه. الحمام بيبقى انتاجه قليل، وفي نفس الوقت الزغاليل نفسها اللي بتطلع بتبقى انت هاريها وهاري اهاليها علاجات ومديها كيماويات بالهبل، فالزغاليل ما بتطلعش صحتها كويسه. الزغاليل عشان تهتم بيها بعد الزغلول ما بيطلع لبه بالذات في الحر، بترطب على الحمامه بشويه ميه بالزغلول في اللي هي الزغاطه، بس احنا بنستخدم اللي هي بتاع الحقنه دي، بنعبيها ميه وبنديها للزغلول على، يعني كل ما تلاقي الزغلول الاكل في الزغلول هنا خشن، تحس ان هو مجبس كده، تقوم انت مديله ايه شويه ميه، ما تملاش الحوصله بتاعته على الاخر، يعني تديله شويه ميه، وفي قراص خميره دي بتديله نص قرص كل 3 ايام 4 ايام حسب حجم الزغلول يعني. وان شاء الله ربنا يصلح حالك وتقدر تفرخ احلى حمام يعني. في هنا عندنا سؤال، غواية حمام مصر الماجيك، بعد اذنك يا استاذ محمد سؤال واقف عليه جدا، وده اللي منعني من اني اعمل اعمل مزرعة حمام. السؤال هو اسوق او ابيع الحمام الزينة والغزار والمستويات العالية فين؟ ولك جزيل الشكر. استاذ غواية حمام مصر الماجيك، بص يا فندم، عشان تقدر تسوق حمام، الحمام العالي بالذات او الحمام المستوى عالي بيعتمد على علاقاتك، يعني انت تكون عارف ناس غاوية حمام مستويات كويسة. لكن الاسواق انا هقول لحضرتك الاسواق برضو، يعني عندك سوق بتاع الغزار اللي مشهور عامة، يعني هو سوق السيدة عائشة او سوق القلعة. في سوق تاني مهم قوي للغزار يا جماعة محدش بياخد باله منه، سوق ابو الريش. سوق ابو الريش ده فيه حمام وزار، اللي عايز يجيب حمام وزار محترمه سوق ابو الريش بيبقى يوم الاثنين ويوم الخميس. سوق القلعه بيبقى يوم الجمعه ويوم الاحد، وفي سوق امبابه بيبقى يوم الجمعه ويوم الثلاث، وفي سوق في المرج بيبقى يوم الثلاث ويوم السبت، بس السوق بتاع المرج ده بيبقى ضعيف شويه بس بيقع فيه حمام كويس يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. نشوف سؤال تاني. استاذ محمود حسين بيقول طب انا اعرف ازاي النتايه زايفه؟ احنا قلنا معنى كلمه زايفه يا جماعه عشان الناس مش فاهمه يعني ايه زايفه، يعني عايزه النتايه عايزه تتجوز يعني. فانت بتعرف النتايه الزايفه ازاي؟ لو في انت مسايب الحمام في الارضيه وفي ذكر بيجعر او ذكر بيعمل صوت بيزوف، الناس برضه يعني انا هقول بالبلدي كده مش هقول مصطلحات ناس محترفه يعني ايه، بحيث الناس تفهم اللي احنا بنقوله. لو في ذكر بيزوم او بيزوم كده بيعمل صوت ويلف حوالين النوت، هتلاقي النتايه الزايفه دي بنعرفها زايفه ازاي، بتقوم جايه على الذكر اللي بيزوف ده بيعمل صوت، وتقوم فرده ديلها في الارض، تقوم جاريه عامله جناحاتها كده وفرده ديلها على الارض وايه ورايحه للذكر اللي هو بيعمل صوت، دي بتبقى النتايه دي اللي احنا بنسميها نتايه زايفه، يعني جاهزه للتزاوج. استاذ احمد شيكو البرنس، انا عندي قص، كل ما الذكر يجي يكسر النتايه يجي ذكر تاني يزقها من الذكر اللي عليه، ايه الحل؟ استاذ احمد اقول لحضرتك حاجه، في حد دلوقتي بيرخم عليا او في 2 كويسين مع بعض وحد بيرخم عليهم، فالحل الطبيعي او التلقائي ان انت هتشيل الذكر اللي هو بيرخم عليهم دولا لحد ما النتايه تبيض، بعد كده تبقى تسيبه في الارضيه عادي مفيش اي مشكله. في حد بيقول فين المعرض ده؟
هو كاتب حاجات كتير كده الاسم مش عارفه. ده معرض، ده كان السنة اللي فاتت، ده معرض الايلاندز. كان السنة اللي فاتت، وده كان لقاء مع الأستاذ شادي الماجيكو. شوف برضو سؤال تاني برضو، يعني ما شاء الله، يعني أنا متشكر جدا يا جماعة. أنا في تعليقات ما بقراهاش، يعني انتوا الناس اللي بتشكرنا، ويعني أنا بشكركم جدا، وربنا يعلم سبحانه وتعالى يعني أنا بحبكم في الله. ولو قصرت الفترة اللي فاتت معلش يا جماعة، أنا توقفت فعلا على الحمام من شهر واحد. احنا النهاردة 30/7. بس كان المكسب اللي أكتر من الحمام، وكان مكسب أكتر من الدنيا واللي فيها، إن أبويا رحمة الله عليه يتوفى وهو راضي عني. يعني أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة. هو توفى يوم 4/7 رحمة الله عليه. الله ينور عليك. انا كنت عايز اعرف سعر ديكور النش دلوقتي للغزار. ديكور النش يا باشا حسب الحمام ما فيش تقييم ليه كتوتال، يعني ما فيش بورصه للحمام تقول لك الحمامه دي سعرها ايه النهارده. لكن حمام النش عامه 50 60 70، سواء اي حمامه بقى بتبقى في السعر ده، بس خاصه لما تكون حمامه وزار. يعني حمام النش انا بتكلم على حمام النش، يعني حمامه وزار بس مستواها ضعيف، يعني ضعيف دي في حدود السعر ده يعني. والبيع والشراء ده طب بيبقى توفيق طبعا يعني. استمر يا نجم. مصطفى زكي، شكرا يا استاذ مصطفى. قناة الحمام الشامي، بشكرك، متشكر جدا. لو سمحت ممكن تعملوا فيديو عن الطواجن اللي بيبيض فيها الحمام ومنين اجيبها. ده احمد محمود. الطواجن يا باشا، احنا لو حضرتك راجعت الحلقات بتاعت كيف تربح اموال من تربية الحمام، هتلاقي في الصورة بتاعت الفيديو كده انا ماسك طواجن، هتلاقي انا بتكلم فيها عن الطواجن وبقول لك مقاساتها، ودي بتستخدم للحمام ايه وبتستخدم للحمام ايه. بس احنا هنعمل حلقة للمستلزمات الحمام ان شاء الله، هنعملها مع الاستاذ وليد بامر الله. استاذ احمد احنا كلمنا الاستاذ وليد عشان صار معاه قريب. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا تحت امر اي حد يا جماعه عنده معلومه كويسه بيقدمها للحمام، احنا معاكم ان شاء الله في اي مكان. صورنا مع ناس كتير وعندنا استعداد نصور مع اي حد ان شاء الله يعني. تمام. هناخد بس سؤالين يا استاذ احمد بعد اذنك. بلدنا تيوب، استاذ احمد الله ينور حبيبي يا استاذ احمد. اقسم بالله. ابو سعيد، شكرا يا ابو سعيد، حضرتك راجل محترم وفوق دماغنا. لو سمحت احمد محمد، ده احنا ردينا على السؤال دون. ادهم مجدي، انت راجل، شكرا استاذ ادهم، اشكرك. زكي، يعني ايه زيفه، انا غاوي جديد. دي انا لسه قايلها دلوقتي يا فندم، اللي هي النتايه تكون زيفه ازاي. زكي استاذ زكي غازي، احنا ردينا على السؤال ده يا استاذ زكي. وبشكرك على التعليق. رواية الحمام المصري، شكرا لحضرتك يا فندم. احمد شيكو، ازاي اعرف النتايه العطال. ده اخر سؤال هناخده معانا. هنكمل حلقه كمان او حلقتين كمان دلوقتي معاكم ان شاء الله، بس هناخد ده اخر سؤال عشان نختم الحلقه. استاذ احمد شيكو البرنس، ازاي اعرف النتايه العطال. النتايه العطال احنا في حلقه على قناه بلدنا تيوب احنا قلنا فيها الكلام دون، بس سريعا يعني. النتايه العطال دي بتبقى نتايه غير منجبه يعني او عاقر. بتعرفها ازاي دي؟ انت بتحط الحمام بيبقى النتايه والذكر، وتلاقيها على طول دايما تبقى راقده في الطاجن، سواء تحتيها بيض او ما تحتهاش بيض، هي ما بتبيضش بس انت بتحط الطاجن بتلاقيها على طول، تلاقيها راقده في الطاجن. هتتاكد ان هي عطال ازاي؟ هتقوم جايب حصوايه بلاستيك حاططها تحتيها، بعد يومين هتبص عليها هتلاقيها مدفيه الحصويه، فدي كده بتبقى نتايه عطال. ده السؤال بتاع احمد شيكو البرنس. هنقفل بس الحلقه دي عشان خاطر الوقت، وهنكمل معاكم بقيه الاسئله. اي سؤال يا جماعه، اي حاجه ان شاء الله احنا جاهزين مع حضراتكم في اي وقت. ونسالكم صالح الدعاء. تابعونا على قناه هواة الحمام المصري وقناه بلدنا تيوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.